عمر يحيى. هو انا اساسا انا كنت كريتور مش ميديا باير اصلا. فنقطه مهمه لو كل هنا ميديا باير، ركزوا يا شباب، ركزوا يا شباب في المعلومه دي. كل ميديا باير اتواصلوا مع التيم وتواصلوا مع الكونت كريتور، فهموهم انتوا بتعملوا ايه. احنا بالنسبه لنا بنبقى احنا بنهزر وهزر مع جرافيك ديزاينر وفيديوهات ما اعرفش. بالنسبه لنا الميديا باير ده نيرد لوحده، واحد بيكلم لوغاريتمات، بيكلم الجوريزم وحاجات، انت غريب. صح. فجاه الاقيه بيقول لي انا عايز هعمل كامبين مثلا، عايز 15 كرييتيف مع نفسك. اعمل لك 15 كرييتيف من ايه اصلا؟ فاتواصلوا فهموهم، عشان الموضوع ده بجد بيفرق جدا في الشغل مع التيم اساسا. صح، يعني في حلقه وصل ما بين الكونتنت كريتور والجرافيك ديزاينر والميديا باير لانهم ترس. هو كده في الاكونت مانجر. صح. بس انا بتكلم في حته ان الاكونت مانجر جاي بيجي يقول لي انا عايز مثلا 7 فيديوهات و15 مثلا 6 ديزاينات وما اعرفش كام حاجه، وانا لوحدي. اجيبهم لك منين؟ فدي نقطه مهمه جدا، ان انتوا تحاولوا تتواصلوا فعلا، يعني فهموا التيم انتوا بتعملوا ده ليه. صح جدا، صح جدا. الله ينور عليك. اسمي امل. مساء الخير. اسمي امل. كنت هنا في 2023 واخدت الكورس مع استاذ مصطفى، وانا قعدت هنا 6 شهور. ففي ال6 شهور الكاملين دول كنت ماشيه مع استاذ مصطفى بالظبط بنفس الحاجه اللي بيقولوها لي. احنا كان عندنا مصنع رخام وجرانيت، وجبت 3 عملاء. فال3 عملاء دول هم جابوا اكتر من 6 عملاء كمان في الاردن وتركيا، واشتغلنا برضو مع السعوديه. 2023 انا بصراحه بعدت عن التسويق خالص، التسويق الالكتروني خالص، وقعدنا نشتغل. يعني انا اتجوزت صاحب المصنع وعملنا مصنع تاني بجد حقيقي. القرف حلوه والله بجد بكلمكم حقيقي. وعملنا مصنع تاني في شقة تعبين برضو. والنهارده بقى جيت عشان اخد بصراحه بعدت خالص، وبقينا شغالين اكتر على الرخام والجرانيت وكده. وبعدين جيت النهارده تاني عشان ابدا الكورس تاني من اول وجديد ومع استاذ مصطفى. اهلا ما شاء الله عليك. السلام عليكم، انا اسمي محمود. هقول بس معلومه في مجال الريل استيت، في حته الفورم والليدز اللي بتجيلنا. دايما الكلاينت بيجي بيقول انا ما سجلتش، فدي مشكله دايما بتواجه السيلز دايما. والميديا باير بالنسبه له لا، ما انا عامل اعلان وهو سجل. صح. انا ما جبت رقمك منين؟ الفكره في الفورم، احنا لما بنيجي نعملها في الاول بيكون في سؤالين هم مش اوبشن، بيكونوا اللي هو رقم الموبايل والميل والاسم، الفول نيم والحاجات دي. فكره الفون نمبر اللي في الاول ده بيكون هو بيتاخد يعني هو بيتاخد اوتوماتيك على طول من الاكونت بتاعه. هو ممكن يكون عامل الاكونت برقم وبعدين باع الرقم ده وحد تاني اشتراه وحد تاني اشتراه، فاللي بيتحط هو الرقم المعمول بيه الاكونت. فبتتصل الراجل يقول لك لا انا ما سجلتش. فاحنا بنعملها مانيوالي، ان احنا بنحط سؤال فيه الفون نمبر، ممكن نشيل اللي تحت ده خالص او نسيبهم الاثنين بحيث ان احنا نتصل على الاثنين. عظيم. جربتها وفرقت معانا كتير، يعني ما بقاش يجي لنا الحته بتاعت انا ما سجلتش دي. الفيك داتا بالظبط كده. الله ينور عليك. الله ينور عليك. انا امل دياب. بصوا، في حاجه انا الوحيده تقريبا اللي بشتغل عليها، نادرا لما حد بيشتغل عليها، بس بحكم ان انا موجوده على السوشيال ميديا بحب اكتر ان انا اثبتها على ان انا اشتغل كامبين انفلونسر. ودايما لما باجي اشتغل على ادز معينه على ميتا بجيب حد بيجرب فعلا المنتج وبنمشي معاه البروسيس كامله. ولما باجي اشتغل على الادز بتاعتي على السوشيال ميديا بمشي بيها بشكل معين. يعني ببدا مثلا اويرنس وانجيجمنت في اول كام يوم، حوالي 3 أو 4 ايام، بعدين نبدا ان احنا نكامبين سيلز ومسجز. ليه بقى النقطه دي؟ العميل لما بيشوف حد فعلا جرب المنتج كانفلونسر، كحد يو جي سي كرييتور او الكلام ده، بيبقى فارق جدا في البراند وبيدي تراست اكتر بالنسبه للكلاينت ان هو خلاص انا هروح اجيب الحاجه دي. فدي حاجه تقريبا قليل قوي اللي بيشتغل عليها. دايما الناس بتشتغل على نقطه الديزاينز والادز والحاجات دي، بس لا، يعني روحوا لحته الفيديوز اكتر هتلاقوا كتير قوي. 100%. بس الله ينور عليك.